الهالات من اهم اسبابها هي الوراثه. في اسباب مش وراثيه للهالات السوداء؟ طبعا الهالات السوداء ليها اسباب كتير جدا. تمام. احنا اتكلمنا عن الوراثه ودي نسبه مش كبيره قوي، لكن الاسباب الاكتر الستريس، الانيميا، نقص فيتامين د، النوم المتاخر او قله النوم عامه، شرب الكافيين بنسبه كبيره. كل الاسباب دي بتسبب هالات سوداء تحت العين، ودي حاجه بتعاني منها سيدات كتير جدا وبنات صغيره كمان. احنا بتجيلنا في المركز حالات مختلفه كتير للهالات السوداء تحت العين، وكمان الانتفاخات والخطوط الرفيعه تحت العين، يعني في مشاكل كتير بتبقى في المنطقه اللي تحت العين دي. الجلسات المناسبه ليها كمان لازم تستخدم منتجات مناسبه للمنطقه دي عشان تساعد في علاج الحاله دي. طبعا اخطر منطقه في الوجه هي تحت العين. بالظبط، في ناس اوريدي مهمله فيها تماما، ما بترطبش المنطقه دي خالص، او بتغسلها بصابون كتير، او بتشدها جامد مثلا وهي بتمسح الميك اب. حاجات كتير جدا ممكن السيده تكون بتعملها غلط في البيت، تكون هي اللي بتسبب المشكله دي. الجلسه لازم يكون معاها اي كونتور من المنطقه دي خاص بالمشكله دي. تمام. واحنا كمان عندنا في المركز براند خاص بينا، روجا بيوتي، كله منتجات طبيعيه، وفي طبعا كريم الاي كونتور للهالات والانتفاخات، وكمان الخطوط الرفيعه تحت العين. بشكرك جدا يا دكتور، واكيد ان شاء الله هيكون لنا لقاءات تانية عشان المشاهدين يستفيدوا اكتر. شكرا.